حابة إني أعرفكم عني شوية، لكن بشكل مش تقليدي. خليني أبدأ الأول بالألوان، ولكن بما إننا قلنا في البداية إننا مش هنتكلم عني بشكل تقليدي، فتعالوا نتكلم عن الحاجة اللي أنا بحبها دي شوية. فيديو جديد من نضيف العلوم إلى الغذاء. جيب غذائك وتعالى. في 198 دولة اللي موجودين في العالم سواء كان قديما أو حديثا، مفيش ولا دولة فيهم اعتمدت على اللون البنفسجي في العلم بتاعها، سواء كانت ألوان العلم الأساسية أو حتى في الشعار. وده كان السؤال اللي طرحته قناة اليوتيوب الشهيرة After School. ولما أجابت عن السؤال ده قالت إن السبب كان غلاء الصبغة البنفسجية وقتها، وإنه فعلا كان صعب إنها تتوجد غير بمبالغ باهظة جدا لحد القرن ال16. وكانت كمان الملابس اللي من نفس اللون ده غالية جدا، وكانت كمان محصولة على طبقة الأغنياء. وتبعا لموقع لايف ساينس، فاللون ده كان اللون المفضل عند ملوك بلاد فارس ومصر والرومان. وسبب غلاء الصبغة دي كان بسبب الطريقة الصعبة جدا اللي بيجيبوها بيها، وكان الجرام الواحد منها بيساوي 3 جرامات من الذهب. وكان بيتم استخراج الصبغة دي عن طريق صيد بعض الرخويات، ويقال إن نوع معين من الحلزونات، واللي كانت بتعيش في المنطقة المقابلة أو المواجهة للساحل اللي موجود في لبنان، تحديدا في مدينتين اسمهم صور وصيدا. فكان على سبيل المثال يعني عشان نستخرج أو عشان نستخلص جرام واحد من الصبغة دي، فاحنا محتاجين على الأقل 10,000 حيوان من الرخويات. وعشان يتم صبغ متر واحد بس من القماش، فاحنا محتاجين 200 جرام من الصبغة، يعني أكتر من 2 مليون حيوان من الرخويات. متخيلين؟ وفضل العالم كله في انتظار توفر الصبغة دي بطريقة تانية لحد سنة 1856، لما نجح الكيميائي الإنجليزي ويليام هنري بيركن في إحدى محاولاته وهو بيعمل دواء يقتل الملاريا، والصدفة خلته يكتشف معادلة تخليه يقدر يستخلص كميات كبيرة من الصبغة البنفسجية. وقدر بيركن وهو في سن 18 سنة إنه يعمل ثروة ضخمة جدا عن طريق بس استخلاصه الصبغة البنفسجية وبيعها، لحد ما بقت في المتناول. وبقت من الأعراف والمسلمات إن مفيش ولا دولة بتعتمد على اللون ده في العلم أو الشعار بتاعها، إلا جزء صغير جدا من الطائر اللي موجود في شعار دولة الدومينيكا، واللي موجودة على البحر الكاريبي. شكرا بيركن، سلام.